لو بشرتك زي البرتقانية كلها مسام واسعة من هنا ومش عارفة ايه الحل، تعالي اقولك الحل ايه. 3 حاجات اساسيه في روتينك لازم يكونوا موجودين عشان تحسني من شكل المسام الواحد. لازم تعرفي ان الدبل كلينزنج حاجه مهمه جدا في روتينك، عشان بتستخدم يا اما اويلي كلينزر يا اما كلينزنج بالم، ودول عشان قوامهم زيتي او الفورمولا بتاعتها زيتيه، فالزيت بيدوب في الزيت فبيدوب الدهون اللي جوه المسام وبيدوب بقايا الميك اب اللي متراكمه جوه المسام، وبالتالي هي دي اول خطوه ممكن نستخدمها في روتيننا. بعد كده بنستخدم مواد فعاله معينه. اول حاجه ساليسيليك اسيد، ده اللي يستحسن يكون في الغسول بتاعك اليومي، او لو في سيرم هيستخدم مرتين او 3 في الاسبوع بس. تاني مادة بنستخدمها هي النياسيناميد. النياسيناميد بتنظم إفراز الدهون اللي بتطلع من البشرة، عشان كده لازم استخدمها بانتظام في كريم أو في سيرم، ويكون نسبته قليلة يعني حوالي 5%. دي النسبة الآمنة ما تعملش أي التهابات في الاستخدام اليومي. حاجة كمان مهمة انك لازم تنتظمي على جلسات تنظيف البشرة كل شهر، كل شهر ونص، لحد ما تلاقي المسام كلها او الدهون اللي تحت الجلد بقى شكلها متحسن جدا. الضربة القاضية بقى للمسام هي جلسات الديرمابين، بتحسن جدا 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 من شكل المسام، لان هي بتجدد الخلايا وبتحفز الكولاجين والالاستين في البشرة. لو عايزين ترشيحات لمنتجات تساعد في تقليل المسام اكتبوا لي في الكومنت.